طب احنا النهارده هنتكلم عن مشكلة بتواجه بعض منكم، بل ونقدر نقول ان بتواجه جزء كبير منكم، بل وكمان نقدر نقول ان هي كانت بتواجهنا واحنا في سنكم. الا وهي ان ولد يكلم بنت او العكس. طيب خليني اقول لكم ان ده عادي وما فيهوش حاجة، بس اهم حاجة عايزين نعمل كده بطريقة من غير ما نكون ملفت للنظر. ولو لفت النظر فيها ايه يعني ما احنا ما عملناش حاجة غلط، ما دام كله في حدود الادب والاحترام والذوق العام. طيب مبدئيا كده اللي مش اجتماعي عادي خالص ما يقلقش، وده مش عيب، بس خلونا نعرف السبب. وهو ان اهالينا واحنا صغيرين كانوا بيخافوا علينا، فما كانش بيخلونا نخرج لوحدنا او حتى يخرجوا فياخدونا معاهم. لكن احنا دلوقتي كبرنا وعقلنا وعرفنا الصح من الغلط، وزي ما بيقولوا كده ما بقيناش لسه صغيرين. فالحل هو اننا هنقلل قعدة البيت شوية، وهنخرج كتير لوحدنا او مع صحابنا، ونتعلم ونسمع اكتر ما نتكلم، ونشوف الناس وازاي بيتعاملوا مع بعض. وده كله طبعا عشان نكتسب خبرات وتجارب. واهم حاجه واحنا في الفتره دي يا شباب اننا ما نيأس. وخليك واثق انك مش عيب انك تغلط، انما العيب انك تخاف تغلط لان الناس يضحكوا عليك ويقولوا اهو غلط اهو. لانك ببساطه لو خفت تغلط عمرك ما هتتعلم. وبالمناسبه العباره اللي لسه قايلها دلوقتي دي مش غلط خالص ولا معكوسه كمان. لان ببساطه العباره اللي بتقول مش عيب انك تغلط انما العيب انك تكرر الغلط، اهي دي بقى هي اللي غلط بجد. لا وودت الناس في داهيه كمان. عارفين ليه؟ لانك كده ببساطه خايف لا تغلط، لا تكون بتكرر الغلط، مع ان الحياه كلها مبنيه على تجربه وخطا وصواب وخبرات متراكمه. وده هيعلمك انك ازاي تحب نفسك بكل اللي فيها، ايجابيات او سلبيات. الايجابيات طبعا كويسه، والسلبيات كمان كويسه. ازاي تعايش معاها؟ حاول تغيرها للاحسن. وخلي بالكم من نفسكم، ماشيين ورا احساسكم، وسيبكم من كلام الناس اللي لا هيقدم ولا هيأخر. وبرضه ما تنسوش عقلكم، لان ده هو الميزه اللي احنا اتميزنا بيها عن باقي المخلوقات. وبكده الحصه خلصت، واشوفكم ان شاء الله في احسن حال واحسن صحه.